السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم جلاش بطريقه حلوه، هنعمله على الطريقه التركيه. طريقته روعه روعه روعه، ويعني النتيجه رهيبه. فعلا فعلا لازم تجربوه. هنا معايا الصينيه بتاعتي دهنتها بالماده دهنيه، وبعد كده معايا لفه جلاش. هاخد الصينيه بتاعتي واقيس. المفروض انا كنت قست الجلاش على القالب اللي معايا ده. انا افتكرت ان هو يبقى على قده، بس ما علينا، مفيش مشكله. لقيت فيه جزء زيادة فأخدته، قصيت الزيادة دي وهستخدمها برضو تاني معايا في الحشوات، هحطها في نص الصينية. ومفيش أي مشكلة في الزيادة دي. ممكن تعمليه لو انت عندك صينية مدورة. نفس القصة، خدي مقاس الصينية والزيادات دي قصيها وحطيها في نص الصينية في الحشو، مش هتبان. هنا بقى خلاص انا رصيت الجلاش بتاعي، مش هعمل ورقة ورقة ولا اي حاجة. زي ما قلت لكم الطريقة بتاعته سهلة قوي، ممكن اي بنوتة صغيرة تدخل تعمله. والنتيجة هتبهرها وهتبهرك وهتبقى جميلة جدا. فعلا فعلا طعمه والله حلو جدا، يستحق التجربة فعلا يعني. وليه برضو يستحق ان الناس تقف عليه بالطوابير في تركيا. فاحنا بقى نجربه بالطريقة هنا، احنا هنا نجربه بالطريقة بتاعتنا دي، تعجبكم جدا ان شاء الله. وهتلاقوها الطريقة بتاعتها سهلة وتغيير عن الجلاش الحلو اللي بنسقيه بالشربات. هنا بقى سويت الاطراف بتاعتي ودخلتها كده، تنيتها من تحتها، وهقطع الصينيه بتاعتي. وانا مجهزه كوبايه الا ربع من الزبده او السمنه. انا حاطه نص كوبايه زبده عليها ربع كوبايه من الزيت. ممكن تستخدمي كوبايه لو انت مش لو انت يعني عايزه تكتري شويه. بس انا شايفه ان المقدار بتاعها ده كان كوبايه الا ربع، كانت مناسبه جدا. لان انا زي ما قلت انا عاملاه بالزبده، فانا مش عايزاه يكون دسم ويكون تقيل. تمام كده، يعني دي كوبايه الا ربع، منها نص زبده وربع من الزيت. آه، اوعي تحطي السمنة او الزبدة بتاعتك على الجلاش وهي سخنة علشان ما تعجنهوش. يعني هي دافية. وانتي بتسقي كده حاولي تسقي كده بالراحة، وتدخلي بين الفراغات او بين التقطيعات عشان تضمني ان الزبدة بتاعتك دخلت لجلاش من تحت. زي ما قلتلك اوعي يكون الزبدة دي تكون سخنة، يعني هي دافية. انا هنا سقيت الجلاش بتاعي كله. وانتي بتسقيه هتتأكدي ازاي ان هو شرب السمنة كلها والسمنة نزلت لكل الطبقات بتاعتك. حاولي ان انت تميلي الصينية بتاعتك كده شمال ويمين في جميع الاتجاهات، لغاية لما تحسي ان كل ورقات الجلاش شربت من السمنة اللي معاكي. زي ما انت ما شايفة كده انا بعمل ازاي، عشان تتأكدي ان السمنة دخلت في كل الرقات بتاعة الجلاش. طيب بعد كده انا مشغلة الفرن بتاعي من تحت. اول ما ياخد لون هروح مشغله الشوايه، بس خلي بالك اوعي وانت مشغله الشوايه تمشي وتسيبيه. هي دقيقه او دقيقتين بالكتير بس، وتكوني واقفه جنبه لان ممكن يتحرق معاكي. انا هنا وهو في الفرن جبت بقى الحاجه اللي انا هسقيه بيه. زي ما قلت انا النهارده هنعمله على الطريقه التركيه. يعني مش هنسقيه ولا عسل، مش هنسقي بقى بشربات، مش هنعمل سكر وشربات وكده، لا احنا هنعمل بالحليب. جبت 3 كوبايات من الحليب عليهم كوبايه من السكر. السكر لو انت عايزه تزودي شويه زودي، لو انت حابه كده براحتك. اول ما الجلاش طلع من الفرن معايا، رحت على طول سقياه باللبن زي ما انت ما شايفه كده. واللبن هو بارد مش سخن ولا دافي ولا اي حاجه، علشان ما يعجنش معاكي. هتسقي شويه شويه لغايه لما تحسي كل ما تديله شويه هو هيشرب. ويعني بصي اول شويه كده شرب هسقي تاني. انا بقى بصراحه بحب الحاجه المسكره شويه، فكان عندي شويه حليب مكثف او لبن مكثف. فروحت حاطه عليه كده من على الوش. ده مش اساسي يعني لغايه كده. الوصفه بتاعتنا انت ممكن تعمليها كده، بالحليب وبالسكر. وهتسقي الجلاش بتاعك وتسيبيه. بس انا زي ما قلت لكم ان انا بحب الحاجه مسكره شويه، فكان عندي شويه حليب مكثف فخدته وحطيته عليه. كمان انا ما استنيتش عليه، ده الميزه في الجلاش ده، ان انت ممكن تاكلوه سخن وممكن تقدميه بارد. شايفه انا بحط لبن مكثف عليه، ده مش بالضروري الخطوه دي انت ممكن تستغني عنها. تمام كده. طيب كمان انت ممكن تقدميه بارد زي ما قلت، وممكن تقدميه سخن. انا بصراحه كلته هو سخن، حتى لدرجه ان انا ما استنيتش لغايه لما هو اللبن بتاعه يعني يشربه او ان هو يبرد شويه. بس كان طعمه حكايه حكايه حكايه. هو شبيه بأم علي، شبيه بالبغاشة، حاجة كده وهم. بصراحة طعمه روعة 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 روعة. بصوا عامل ازاي. انا زي ما قلت لكم انا لسه ساقياه حالا. انتوا شايفين اللبن بزيادة فيه، يعني حتى ما شربش اللبن بتاعه. لو انتوا استنيتوا عليه شوية هيبقى الصينية ما فيهاش لبن.
بس أنا كنت حابة الطعم بتاعه ده وهو كده، يعني 5 دقايق والصينية دي اتشرب اللبن اللي فيها ده كله. بجد بجد لازم تجربوه، طعمه حكاية جدا. فعلا فعلا يعني اللي ما جربهوش فعلا فعلا فاتوا كتير منه. لو انتوا شفتوا الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم.